لأنهم عقارب لا يريدونك أن تعرفها. هل سألت نفسك لماذا يضع اليابانيون قشور الموز في الماء المغلي؟ إنه كنز يفعلونه اليابانيون دائما. في كوب من الماء ضع قشور الموز واتركه يغلي قليلا، ثم ضع عودين من القرفة الخشب واتركهم يغلوا معا لمدة 10 دقائق، ثم قم بإزالتهم من الماء. وضع نصف ملعقة من القرنفل، ملعقة من القهوة، ملعقة من الحليب البودرة، نصف كوب من الماء مذاب به ملعقتين كبيرتين من النشا، وأمزجهم جيدا حتى يصل إلى القوام الكريمي. ثم اطفئ النار وانقلهم في وعاء. أضف ملعقتين من زيت الزيتون. امزجهم جيدا. إذا أردت المزيد من الوصفات اكتب كلمة موز ليصلك كل جديد. اتركه يبرد قليلا. لقد صنعت أقوى كيراتين طبيعي لفرد شعرك في المنزل وتطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات. قل وداعا لصلع وداعا للثعلبة. سيعالجه من الجذور. افرده على كل شعرك ثم غطيه بالبونيه أو كيس بلاستيكي. اتركه لمدة 2 ساعات ثم اغسل شعرك جيدا. ستبهرك النتائج. سيسألك الجميع ماذا فعلت لشعرك ليبدو بهذا الجمال والنعومة. لا تشاهد وترحل. صلي على الرسول بالتعليقات.